البطل سيف الدين الجزيري النهارده انقذ نادي الزمالك والزملكاويه من فضيحه. نادي الزمالك كان مغلوب 2-0 وفريق نهضه بركان شادد حيله جدا على نادي الزمالك، وسيف الدين الجزيري بيخرج برأسيه في بدايه الشوط الثاني بيرجع نادي الزمالك للماتش، وبيقلب الماتش تاني وبيرجع نادي الزمالك مش بس للماتش، بيرجع نادي الزمالك للبطوله من اول وجديد. ولو كسبنا البطوله دي باذن الله في استاد القاهره هيبقى بفضل سيف الدين الجزيري رقم واحد هو اللي انقذ نادي الزمالك. ما تنسوش تدعمونا في قناتكم يوميات زملكاوي بلايك للفيديو واشتراك في القناه وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من المشاهدين. سيف الدين الجزيري اللي نايمها زعلان، البطل سيف الدين الجزيري. انا منحت اللقب ده وبتمنى كل جمهور نادي الزمالك خلاص بقى اسمه البطل سيف الدين الجزيري. سيف الدين الجزيري انا مبسوط منه النهارده، انقذ نادي الزمالك. الماتش بدأ طبعا هجوم كاسح من نهضة بركان، وفين خبرة بقى لاعيبة نادي الزمالك. كان المفروض ان احنا في اول الماتش حتى نحاول نمسك كورة. يا اخي على اسوأ الفروض جه فيك الهدف الاول. اتعلم بقى، اتعلم من الفرق الكبيرة ريال مدريد الفرق اللي هي عندها خبرة البطولات. مش عايز اقول اسم النادي يعني اللي انا ما بحبوش ده، بس على الاقل انت جه فيك هدف وبتلعب بره ارضك، طب امسك الكوره. لا، نادي الزمالك برضه فضل كده زي ما يكون اللعيبه كانت شاربه حاجه، اللعيبه في حاله توهان في بدايه الماتش. نادي الزمالك قعد يضيع في الكوره يضيع في الكوره لحد ما كوره غريبه جدا، ضربه ركنيه وبتخش في عواد بمنتهى الغرابه. حاجه غريبه جدا عواد النهارده بصراحه. هو شال كام كوره بس الجون الثاني اللي فريق نهضه بركان ما يخشش. مسؤوليه عواد رقم واحد. طب جوميز بقى كان فين طول الشوط الاول؟ هي سايبها ماشيه كده ببركه ربنا. يعني فين توجيهاتك للعيبه؟ انت شفت فرقتك نزلت اول الماتش مهزوزه وجه فيها جون. طيب قول لهم امسكوا كوره، مش شرط ان انتوا تهاجموا بقى وتضيعوا الكوره منكم. مفيش، جوميز مش موجود. وبدأ الشوط الثاني ونادي الزمالك نزل هاجم هجوم كاسح واحرز هدف سيف الدين الجزيري. هدف الجزيري رجع الزمالك للمباراه وعمل توازن وخلى فريق نهضه بركان يبدا يميل للدفاع شويه عشان ما يستقبلش الهدف الثاني ويصعب المباراه عليه. 2-1 نتيجه. هي يعني انا شخصيا النتيجه اللي انا كنت بتمناها هي 2-1. ليه؟ لان انا مش عايز لعيبه الزمالك تكسب الماتش ده وتروح في استاد القاهره تكون بتلعب بقى بغرور ومتعالين على الكوره. 2-1 نتيجه ما تطلعكش بره البطوله وفي نفس الوقت ما تخليكش تضمن البطوله. محتاجين نركز، محتاجين نيجي الماتش الجاي قصاد نهضه بركان في استاد القاهره حاطين كل هدفنا وقوتنا وتركيزنا ان احنا نكسب من غير ما يجي فينا جوان. لو ما جاش فيك جون واحرزت هدف واحد يبقى انت بطل الكونفدراليه وحققت اول انجاز افريقي ليك من فتره طويله. نادي الزمالك من ايام فرجاني ساسي ومن ايام بن شرقي لسه ما كسبش لقب افريقي. كنا كسبنا السوبر الافريقي وكنا كسبنا الكونفدراليه الافريقيه. كان برضه سبحان الله كان قصاد نهضه بركان والسوبر كان قصاد الترجي. انا شخصيا بتمنى نادي الزمالك يكسب ان شاء الله في استاد القاهره قصاد 80,000 متفرج، يكسب نهضه بركان ويبقى السوبر الافريقي قصاد النادي الاهلي وناخده من النادي الاهلي. هيبقى ليه طعم احلى بكتير من ناخده من ان احنا ناخده قدام الترجي. قولوا لنا رايكم النهارده في النادي الزمالك وما تنسوش تقولوا لنا رايكم ايه اللي هيحصل في الماتش الجاي، وتدعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناه وشيروا فيديوهاتنا عشان نوصل لاكبر عدد من المشاهدين. وبشكر كل اخواتي وحبايبي الاهلاويه بتعليقاتهم اللذيذه والظريفه، وانا مش زعلان منهم ولا حاجه، بس يا ريت نلاقي الفاظنا شويه في التعليقات لبعض الناس. بشكركم والى اللقاء في المزيد من الفيديوهات.